السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، تنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. ما تنساوش اخوتي اللي مشتركش في القناه يشاركوا، كذلك يديرنا واحد جيم فضلا ليس امرا. اليوم عندنا واحد الخبر اللي جد سعيد، هو انه اول حاجه شكون اللي باقي عاقل على القصه ديال خديجه وهشام اللي كان مسكين مريض بالسرطان اللي شافي جميع المرضى. اليوم راهم مشاو لفرنسا باش يتم العلاج ديالو. تنتمناو من عند الله انه هو يشافي ويشافي جميع المرضى، وكذلك الله ينصر سيدنا اللي وقف معاهم، جلالة الملك محمد السادس اللي وقف مع هشام باش صيفطوا لفرنسا باش يتعالج، ومشات مع الزوجه ديالو. واليوم غادي ندخلوا في السرب الموضوع ديال مول الحانوت اللي كنا دائما تنتمناو على انه باش يكون واحد شهادة حق، وراه هو مشى وشهد بهذاك الشيء كامل اللي كانت شافت عينيه، وقال اشنو كان طرف الدار ملي كانت عندها كنزه، وكيفاش كانت تصيفطها تجيب الحليب وكانت تتسخر، وشنو كان تيوقع ليها، ودائما وجهها وعينيها زرقين. السلام عليكم ورحمة الله. خوتي خواتاتي، الحمد لله اليوم بان الحق. مول الحانوت بعدا جا شهد، اللهم لك الحمد، والله يشد الحق من عنده. ايوا هذيك الدريه مسكينه هي راه دايره بحال زعما عاديه، نيتها صالحه وداك الشيء، ولكن ربي وقف معاها الحمد لله. مظلومه مسكينه. ربي كبير، اللهم لك الحمد. الحمد لله، اللهم لك الحمد يا حبيبه. ولا اله الا الله. هذاك الشيء اللي كاين، بنادم تيدغى. والحمد لله بعدا ملي مول الحانوت تحركوا فيه واحد شويه ديال المشاعر، ومشى باش يشهد في كلمه ديال الحق. عينيها زرقاء، واخا يكون بنادم لا حول ولا قوه. صلاة الشهاده راه تنفع بعدا، حيت حيت دابا مسكينه هي ما فحالاش، غيبغيو يركبوا شويه على ظهرها جيرانها شهدوا فيها، راه بغا يمشيو يشهدوا كاملين في المحكمه عند القاضي. الحمد لله. وحده اللي قالت لهم انا غادي نبين وجهي، الجيران الاخرين ما بغاوش يبينوا وجههم. بنادم تيخاف على راسو، يخافوا مساكنين. ولا اله الا الله. شهاده حق بنادم راه ما يخافش، ما يخاف والو، غيرك ما دير شي ما تخافش. داكشي اللي كاين. المهم اخوتي، دائما فيما غيكون شي جديد حنا راه غادي نحطوه، ودائما شعارنا الله الوطن الملك ولا للظلم.